ومن هذا الدور سينازل الصفاقسي. الصفاقسي اللي كل يعني التكهنات تعطي مروره للدور القادم بحكم فوزه خارج قواعده. هذه طقوس افريقيا يعني اعتدناها، هذه من الاشياء اللي يعني اعتدناها في المباريات اللي كتكون على المستوى الافريقي. كرة القدم هي لعبة أكثر شعبية في إفريقيا، ولكن واش هي غير 90 دقيقة ديال اللعب؟ ولكن شي حوايج كتوقع في الكواليس ما كيهضر عليهم حتى واحد. قبل ما تبدا شي مقابلة مهمة كتلقى الدم في الأرض، أعشاب غريبة حتى المرمى، ولاعبين كيرفضوا يدخلوا حتى يدوز الطقس ديال السحر. اليوم غنحكي لكم على واحد من أكثر المواضيع الغامضة في رياضة إفريقيا: السحر والشعوذة في ملاعب كرة القدم. قصص حقيقية واعترافات ووقائع موثقة في بزاف ديال الدول الإفريقية. السحر ماشي غير خرافة، هو جزء من الثقافة والمعتقدات اليومية. كاين اللي كيآمن بالجن، كاين اللي كيآمن بالحسد، وكاين اللي كيشوف أن النصر ما كيجيش غير بالتداريب ولكن حتى بالحماية الروحية. ومنين كتكون كرة القدم كتساوي الفلوس، الشهرة ومستقبل اللاعب، كيولي الضغط كبير، وهنا كيتدخل السحر كحل أخير. قبل شي مقابلات مهمة كيتشافوا حوايج غريبة في الملاعب الإفريقية. مدربين كيدوروا بالملاعق في البداية، لاعبين كيرشوا الماء أو الأعشاب يعني في وسط الملعب، أشخاص ماشي مسجلين كيدخلوا الأراضي الميدان، تمائم مربوطة في القائم ديال المرمى. في واحد الماتش تلقاو دم حيوانات قريبة لخط التماس. السؤال هو: واش هادشي صدفة ولا طقوس مدروسة؟ الخطير في الموضوع هو أن بزاف ديال اللاعبين ما كينكروش. لاعب دولي إفريقي معروف قال في حوار صحفي: كاين شي ماتشات ما كتربحش باللعب فقط، خاص حماية. مدرب آخر اعترف: اللاعبين ديالي رفضوا يدخلوا الملعب حتى يجي الفقيه. وكاين فرق كاملة ما كتسافرش لشي دولة حتى دير طقوس مضادة للسحر. يعني حتى الناس اللي عايشين في الكرة من الداخل كيامنوا بوجود شي قوة خفية. من بين أشهر الحوادث: حارس مرمى رفض يلعب حيت قال المرمى مسحور، مدرب تشد وهو كيدفن شي حاجة حدا خط التماس. في شي حالات الاتحاد الافريقي كتدخل وكتفرض غرامات، ولكن الظاهرة ما زالت مستمرة حيت السحر ما كيتشافش ولكن كيتحس. كاين اللي كيشوف ان السحر مجرد حرب نفسية، مني كتخوف الخصم كتزرع الشك في راسو كتربح نصف الماتش. ولكن كاين اللي كيقول كاين اشياء ما كتفسرش بالمنطق، فرق ضعيفة كتربح كبار، لاعبين كيطيحوا بلا سبب، ماتشات كتقلب في اخر دقيقة. واش غير كرة ولا شي حاجة اكثر؟ السحر في ملاعب افريقيا موضوع ما بين الايمان والخرافة، ما بين الحقيقة والوهم. ولكن الحاجة الوحيدة المؤكدة هي أن كرة القدم الإفريقية ماشي غير لعبة، هي عالم مليء بالأسرار. قل لنا في التعليق: واش كتآمن بالسحر في الكرة ولا كتقول غير لعب بعقول اللاعبين؟ إلا عجبك الفيديو دير لايك واشترك معنا في القناة باش توصلك قصص أكثر غرابة. تحياتي.